جرام سندوتش سكر. طبق اضرب يا لهوي يما تومية حلال. اهلا بكم في مقارنه احسن كيلو شاورما فراخ. احنا في مكان هقول لكم عليه واحنا بنتكلم كده مع بعض. نسمي الله ونبتدي. معانا اخ من اخواتنا الفلسطينيين واثنين اخواتنا من السوريين. سمي الله ونبتدي. ونبتدي بمطعم ابن فلسطين. هو فين ابن فلسطين ده اصلا يا عزيزي؟ قدام فرع مدينه نصر الجديد. يعني احنا قاعدين فين بقى دلوقتي؟ في احدى قاعات الفي اي بي اللي فرع مدينه نصر. يعني دي القاعه الصغيره. جبنا كيلو شاورما. خلينا بس فين الفاتوره؟ انت بتقول لي ايه الفاتوره؟ هو ب 700 جنيه؟ ب 700 جنيه الكيلو؟ كيلو شاورما لحمه فراخ قصدي ب 700 جنيه؟ لا يا راجل ما تهزرش. اصلا المنظر جميل. المنظر حلو زي ما انا بقول ولا انا يقولوا عليا هاني فود بيكذب؟ هاني فود ما بيكذبش، هو ما بيخافش من حد. يلا هات الميزان. كيلو ب 700 جنيه زي ما احنا قلنا. هو مديك على 4 اطباق. تيجي نوزن اكبر طبق فيهم ونشوف هو اصلا ربع ولا لا. ها بدل ما نوزن احنا الاربعه، هو طبق واحد هيبان اذا كان الميزان ماشي ولا مش ماشي. لحد دلوقتي كام يا عزيزي؟ شربة ايه هنا؟ شربة من دهون الفراخ رخ. كام؟ 240 جرام. 240 جرام في حبه اهو. يعني مش عايز اوزن كله، 250 جرام. يعني هنقول الربع حلال. شويه شاورما بقى ايه. بس انا ايه العيش التخين ده؟ ده عيش ايه؟ ده ملوح ولا؟ لا عيش بقى كده يعتبر ده عيش فلسطيني صح؟ طب احنا ندوق بقى بالعيش الفلسطيني. يعني جايبين شاورما فلسطيني بس هي تقطيعتها حلوه، شكلها حلو. والكيلو ب 700 جنيه حلو. تديله ايه بقى؟ 700 جنيه. الشاورما فراخ تاخد ايه؟ تومية. تاخد توميه. لحمة طحينة. واللحمه طحينه. هو جايب طحينه ومدينا. انت عامل لي فول بتتفرج عليا؟ ماشي محترم. بص حقيقه لاهل فلسطين كلها الشاورما الفلسطيني السكر دي اخر اختبار ونديله 10 من 10. نشمها ليه بقى؟ زفرة بنتر. بأمانة الله ما فيها ريحة زفارة خالص. بأمانة الله أحلى شاورما فراخ شميتها في حياتي. بحب أشم شاورما فراخ يعني، ما بهزرش. وتاني واحد معانا بروكار 765 جنيه. يعني الفرق ما بينه وبين ابن فلسطين 65 جنيه. البطاطس المدورة اللي بحبها بس هي جلدت طبيعي لأن جاتك أهو. إيه بص انت متحمرة في سمنة بلدي. سمنة بلدي تارت. تقطعات كبيرة. ها كبيرة يعني. ها الكلام. وصلنا لحد فين؟ 470 480. مش هشيل ايدي غير لما تقول لي نص كيلو. كام؟ 500 جرام. نص كيلو حلال. بسم الله والحمد لله. العيش بقى ده العيش الرقيق السوري. التاني كان اللي هو التخين ابو لبه ده اللي هو فلسطيني. شم ريحتها. ما فيهاش ريحه زفاره بس فيها ريحه الحبهان. انتوا بقى بتحبوا ريحه الحبهان والجو ده ولا؟ السوريين بيحطوا حبهان اهو. وتحسها هنا انشف من الثانيه. الثانيه تحسها جوسي شويه صح؟ هنا تحس. لا هنا برضك حتى الحاجات اللي ما بينها دي بهارات. بص كده قرب معايا. دي بهارات مش دهون اوفر زي الثانيه كانت دهونها حلوه اللي بتعلي الكوليسترول. وهو جاب توميه سبايسي. تاخد معلقه بس ما تكترش عشان ايه؟ قال معلم. تاخد توميه ايه؟ عاديه. واهلك يتبسطوا منك ليه؟ قولوا الواد التختوخه اهو. الواد التختوخ ايه؟ اللي هيجيب لنا امراض الدنيا اهو. اللي هو ايه؟ داريني. جرام سندوتش سكر. انت واخد بالك ان هنا دي مش دهون؟ اللي حوالين منها تتبيله. افهم اللي هقوله لك عشان حوار المقارنه ده. هنا تحسها ان مايله شويه شبه لحوم الصدر الرومي صح؟ هنا الدراي شويه. هنا ما فيهاش فاتس كتير. اللي فاتت فيها دهون اكتر شويه. طعمها حلو. وهنا طعم بهارات واضح. انت لو بتحب الدراي شويه في الشاورما دي هتعجبك قوي مع المايونيز بتاعها. خش على بعضه. وتالت واحد اسمه ابو العز. قعدت ادور على الفاتوره ما اعرفش العيال ودت الفاتوره فين. مين ابو العز بقى؟ ابو العز ده اللي في عباس العقاد فوق بلبن. عارفين المحل اللي فوق بلبن؟ ابو العز ده اللي في عباس العقاد. فاهمين اللي انا بقوله في مدينه نصر ولا انا بحكي الناس مش معانا في الجمهوريه؟ وعايز اقول لكم ان دي اللي بيجي مع طبقين بطاطس 2 صوصات. ونشوف كده. الله طعم التوميه دي بتاعت زمان، بتاعت 6 و6. طعم التوميه ده قديم قوي. ده دي بتاعت زمان قوي. احنا كده حطينا حوالي قد ايه؟ 8 كيلو. دول يعملوهم 3-4 سندوتشات تاني. تيجي ده شويه بطاطس. اديها يا باشا. بس برضك البطاطس بتيجي مجلده لما تيجي تكويه. عشان بتعرق. ما تعرقش بقى. لا ماليش دعوه. قول مثلا لو عملت لك السندوتش يقف عليا بكام؟ ده يعمل 4 سندوتشات
نص يعني 4. 300 جنيه يعني سندوتش ب 100 جنيه. على كده برضك لما بيبقوا ب 100 جنيه برضك هم كده مش ظالميننا، صح؟ احنا بنحاول نغفلهم بس هم ما بيغفلوش. ولاد الذين ما حدش يعرف فيهم اصلا الحوار ده. امسك بقى الصاروخ ده يا عزيزي وتفتكر ايام زمان التوميه بتاعت ست وستك اللي لسه بقول لك عليها طعمها سكر ابن اللذينه. اضرب يا باشا الكيلو بتاعك والطبق اضرب. يا لهوي يما توميه حلال. وبكده يا عزيزي بوريتك الثلاث اماكن وانت تختار اللي انت عايزه. بتحب الفتس والحاجات المدهنه يبقى عليك وعلى ابن فلسطين. المكان ده فين؟ في عباس العزيز عند الحديقه الدوليه. المول اسمه مول ايه؟ ليفل. مول ليفل قدام فرع مدينه نصر الجديد بتاع شيرين بوزون. انا في قاعه VIP. عايز اللي في الوسط ابو العز. عايز اللي هو ما فيهوش فات وانت راجل بتخاف على الدايت وبتروح تتمرن وعضلات البطن والسكس باكس بروكار منشفها خالص. الثلاثه حلوين. الثلاثه حلوين. توميه بتاعت زمان بتاعت ابو العز دي بتاعت زمان. ساندوتش شاورما اللي كنت تاكله من ايد ستة كده الله يرحمها او لو هي اسمها عايشه. انا اسف. انا ربنا يخليها لكم. الحلقه كلها محبه. محدش يعرف من الثلاثه اللي احنا جايبين منهم. الثلاثه احنا عاملين مقارنه بما يرضي الله. الثلاثه حلوين. الثلاثه بامانه الله حلوين وتاكلهم تتبسط لو انت جايبهم لوحدك من غير ما اي ساندوتش شاورما فراخ. عايز التوميه خيار مخلل نعنش الكلام. هتاكلها ساده تقف في زورك. اشرب جنبها اي حاجه. كان هو هاني فود. بارك لي وقول لي هاني فود لو انا لسه بتفرج عليك لحد دلوقتي يبقى انت بتحبني. قول لي هاني فود مبروك عليك فرع مدينه نصر. وتعالوا فرع مدينه نصر في خصومات وحاجات حلوه. سلام.